لليوم السابع على التوالي تستمر فرق الدفاع المدني بالاستجابة إلى بؤر الحرائق التي تشتعل في محافظة حماة وتحديدا في الريف من شطحة وصولا إلى عدة قرى وبلدات نحن متواجدين فيها. هنالك أكثر من 35 فرقة للدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق، قاربت على السيطرة عليها. كما نلاحظ الهواء السريع الذي يعمل على نقل شرارة النيران وتزيد بؤر النيران. هنالك أيضا حرائق مشتعلة من اللاذقية، هنالك بعض البؤر ووصولا وامتدادا إلى نهاية سهل الغاب بالإضافة إلى طرطوس. لنتابع آلية الاستجابة من قبل فرق الدفاع المدني في هذه المناطق. يعطيك العافية سيادة الوزير. الله يحييك. الله يقويك. الله يسلمك. الله يعافيك. معالي الوزير يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا جميل. اليوم السابع وانت ما بين كسب، ما بين سهل الغاب، ما بين بيت ياشوط، ما بين المنطقة كلياتها. الحمد لله. الوضع كيف حاليا؟ مستبشر خير على الوضع؟ في سيطرة ولا لسه؟ لا الحمد لله. هلا بكسب بصراحة يعني الشهر الماضي وقت خلصنا بكسب الناس رجعت لبيوتها. نعم. نحن ضلينا هناك. فتحنا خطوط نار بسبب خطوط النار اللي افتتحت خلال الشهر الماضي تقريبا. قدرنا نسيطر على الحريق بشكل سريع جدا يعني. اما بخصوص يعني الغاب يعني شفنا كيف كان في عنا انتشار سريع حقيقة للنيران بسبب سرعة الرياح يعني طبيعة الجبال حقيقة هي غير ما فيها أي خطوط نار، ما أنه ما بدي أقول غير مؤهلة أو مؤهلة، ما في أي خط نار موجود بهاي الجبال. لذلك يعني دائما وهي ما غابات بنفس الوقت، لذلك أنت بتعتمد بشكل أساسي على تقنية العزل. هلأ بلغنا أنه عنا كمان قبل ساعات كان عنا في حرائق بطرطوس، كان في عنا حرائق بالكفرون، كان في عنا حرائق بالحواش كمان بريف حمص. يعني الآن نحن عم نستجيب ب4 محافظات فينا نقول. وبنفس الوقت حقيقة يعني عنا أكثر من 70 فريق من كل المحافظات السورية عم يستجيبوا عم يقدموا. عنا تقدم جيد في كسب، عنا تقدم جيد بصلنفي بدير ماما، دير بيت ياشوط وساقيت والطحون الحلاوي كلهم جيد الامور. عنا تبلغنا هلا في ابو قبيس وفي مصياف عنا الوضع شوي صعب. عنا المشكله هلا بشطحه الوضع جيد الحمد لله، ضل عنا بؤره وحده عم نتعامل معاها. نعم هي اللي فوق تماما، هي اللي فوق اللي وراك عم نتعامل معاها ان شاء الله. في فرق عم بتحاول تعمل عمليات عزل، في فرق عم بتحاول تبرد قبل ما توصل لمناطق، بس عزلنا هاي النقطة. فلعنا فعليا فينا نقول سيطرنا على حريق شطحة بشكل كامل، لكن بيضل عنا بشكل أساسي حقيقة يعني نار باتجاه جوبة البرغال. نحن فعليا عنا فرق من طرف اللاذقية طلعت على جوبة البرغال حتى ما تقلب النيران باتجاه جوبة البرغال. إذا قدرنا مشيانين بنفس الخطى إن شاء الله يعني راح نكون في عنا قريبا نعلن عن كثير مناطق انه تم السيطرة عليها، وبيضل الباقي نحن مسيطر عليها تدريجيا ان شاء الله. حاجز على الشارع تماما، يعني في طريق على يمينه انت بس وصلت الحاجز على يمينه في طريق نظامي ترابي يعني السيارة بتمرق. خلي استاذ معي مين راح يطلع معي؟ نطلع معك بس رجعوا رئيس البلدية. اهلا وسهلا استاذ اشو، حياك الله استاذ. كيفك؟ ايه خذ السيارة. هاي نطلع معه. طيب اطلعوا معه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بدلوا على هلا بالنسبة للطيران اغلب الناس هي عم تسأل ليش الطيران مثلا ما شارك هون؟ هلا لأن شغلي موضوع الطيران هو بيكون مرتبط بعدة عوامل جوية وأرضية. أنا بمنطقة مثل الجبل هون يعني بعرف اليوم في حدا من قادة العمليات اتخذ قرار يطلب طيران لهذا المكان، هو أخطأ وقت طلب طيران تحت ضغط المدنيين. بدنا طيران على كل مفكرون أن الطيران بيطفي الحريق. أولا في قاعدة أساسية معروفة، الطيران ما بيطفي الحريق، الطيران بيبرد الحريق، الطيران بيخفف من حدة حرارة الحريق لحتى يساعد الفرق الأرضية تطفي الحريق. بل دائما اللي بيطفي الحريق هو الفرق الأرضية. الأمر الثاني
انه انا طيران بمثل الجروف الموجوده عندي بسهل الغاب، هلا مثل الجرف اللي رحنا ورانا، هذا الجرف اللي بصراحه قاسي جدا مع سرعه الرياح. الطياره راح تكون عم تتعرض لسرعه الرياح هائله فوق الجبل، فهي ما راح تنفذ اول شيء بشكل دقيق، هاي اول شغله. الشغله الثاني راح يكون مثل ما قال الاستاذ معن محفوظ رئيس البلديه، كان موجود اليوم وقت نفذ الطيران، راح يكون تاثيرها سلبي. ليش؟ لانه نحن علميا بنعرف، هو شافها بعينه، بس ليش راح تعطي اكسجين للنار لحتى تشتغل؟ راح تكون انت وقت بتشوف المي عم تنزل على النار راح تشوف انه النار راح تشتغل. وانا بدعيكم ترى كلياتكم، اي حدا بده يتفرج على هذا الموضوع علميا وتقنيا، في وثائقي موجود ترى على التلفزيون بيحكي عن هذا الموضوع بشكل دقيق، كيف في احد حرائق السويد طلبوا الطيران قام دمرت المدينه كلها بسبب زتت المياه، اخذت اكسجين اشتغلت النار. بتمنى نحن انه نترك القرار دائما لقادة العمليات، قادة العمليات بقيموا الوضع تقنيا وبيتخذوا القرارات الصحيحة. معالي الوزير، في صعوبة في الطرقات، في حوادث عم بتصير، المياه الثقيلة، كيف عم تقدروا تتعاملوا مع الوضع بالنسبة لهي؟ مع الأسف يعني كل منطقة دائما كل منطقة في إلها تحديات مختلفة. نعم. يعني أنا التحديات اللي بتعامل معها بكسب تختلف عن التحديات اللي بتعامل معها بشطحة، تختلف عن التحديات ببيت ياشوط، بمصياف، في حواش، كل منطقة بتعامل معها بشكل مختلف. نحن هون التحدي الأساسي هي الجبال حقيقة، التضاريس وسرعة الرياح. نعم. هدول أهم نقطتين. لكن يعني كيف عم نتعامل معها؟ السيارات هي قادرة تطلع لكن ما قادرة توصل لكل المناطق، فنحن في عدد من الأنواع السيارات عم نتعامل معها. هاي الأنواع ممكن في منها بيوصل في منها ما بيوصل، وعم نعتمد بشكل كتير كبير بصراحة على المجتمع المحلي. نعم. يعني لأنه فعليا بشكل إذا نحن بنرجع، أنا وقت حكيت بشكل بأداء خليني أقول بأداء القسم تبع الوزارة، المجتمع المحلي هو أساس الاستجابة. هلا اليوم بيقولوا لك اليابان هي الدولة الأولى بالاستجابة. ليش اليابان هي الدولة الأولى بالاستجابة؟ لأنه المجتمع المحلي هو الأول اللي بيستجيب باليابان. فنحن فعليا خطتنا هي نفس الشيء. نحن الحمد لله شعبنا عنده نخوة زائدة، عم نشوف السيارات هون. ايه، شعبنا عنده نخوة زائدة، شعبنا عنده حرص زائد على بلده اليوم، شعبنا عنده لهفة زائدة، وهذا كلياته بينقصه شو هو؟ شغلة وحدة، التدريب. نعم. لحتى فعليا نخلق روح التعاون ما بيناتنا. لذلك يعني ان شاء الله نحن حتى بالوزارة راح يكون في عنا إدارة متخصصة لتدريب المتطوعين ولإدماجهم بهاي العمليات، لحتى فعليا نحن أنا وقت اللي يصير شيء بشطحة أول شيء بتستجيب أهل شطحة، بعدين بخبرونا. نحن بنكون إن شاء الله سريعين أكيد، لكن قد ما كنا نحن سريعين هن راح يكونوا أسرع مننا بالاستجابة. هذا الشيء اللي دائما راح نركز عليه. لذلك يعني راح استغل خليني استغل هاي الكلمة لوجه رسالة شكر. نعم. لأهلنا المدنيين بريف الحما بقرى الغاب من جورين لحتى نهر البارد، قرية ما بدي أعدهم كلهم، خليني أعد الرئيسية شطحة وعين الكروم ومرداش وعناب. نعم. وساقية نجم وكل المناطق الأخرى. وخليني أتوجه بالشكر أيضا لأهلنا بريف اللاذقية، كان ببيت جن وبجوبة البرغال أيضا بريف كسب اللي هن فعليا كله حقيقة بكل مكان. مثل ما قلت لك بكل مكان المستجيب الأول هو المجتمع المحلي، والدعم الأول لأنه هو المجتمع المحلي. وما رح نروح لبعيد، نتذكر الزلزال قبل سنتين. نعم. ما حدا ساعدنا غير المجتمع المحلي. فدائما المجتمع المحلي هو الحامل الأساسي لكل الاستجابات الطارئة، لأنه اليوم شفنا حتى بأزمة الجنوب. نعم. وقت اللي نزحت أهل السويداء كان المجتمع المحلي بدرعا هو المحتضن وهو المؤدي الأول. نعم. لذلك دائما المجتمعات المحلية هي أساس لحتى تشتغل مع بعض، هي أساس. نحن اليوم دورنا كحكومة، دورنا كوزارة، دورنا كفرق مع المجتمعات هو دور متكامل الحمد لله. وهذا الشيء اللي نحن شايفينه هون مع بعضنا عليكم، كلياتنا مع بعضنا عم نستجيب. نعم. كلياتنا مع بعضنا عم نقدم خدمة، لأنه فعليا نحن وهني عنا هدف واحد، أولا نحمي أرواح المدنيين. نعم. ثانيا نحمي الممتلكات. وإن شاء الله يعني هذا الهدف لليوم
حققنا حماية الأرواح. صار عندنا أضرار مادية بالممتلكات بعدد من قرى ريف الغاب، ولكن إن شاء الله يعني بنقدر نتجاوز هاي المرحلة الآن وما عاد يكون عندنا أي أضرار مادية جديدة. مراكز الإيواء معالي الوزير اللي تم إنشائها؟ هلا حاليا ما تم إنشاء مراكز إيواء بالمنطقة. نعم. لا ابدا، يعني لحد الان ما كان في حوجه. ما في عنا، في تم نقل عدد من الجرحى لهاي، ما كان في انشاء. في عنا العائلات اللي تم اخلاءها من عناب ومن عده مناطق، فعليا هي التجأت لعند اقاربها في مناطق اخرى. ما في عنا مراكز ايواء مؤقته يعني تم انشاءها، ولكن فيني اقول انه الحمد لله يعني الى الان الوضع جيد. عنا عدد من الجرحى، صح، عنا بعدد من الإصابات بحالات اختناق، بحالات حروق طفيفة، ولكن الحمد لله رب العالمين الوضع جيد الآن والأمور مستمرة بإذن الله. معالي الوزير الله يعطيك العافية، باين عليك التعب والإرهاق، الله يعطيك ألف عافية إن شاء الله.